سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه تاع كغاتان بزاف بنينه كاع عجبهم في الدار. يلا نشوفوا مع بعض واش نحتاجو مقادير. اذا نبداو بسم الله. هنايا عندي نص صدر تاع دجاج طحنته، نزيد عليه حبه تاع بصل تكون صغيره مسكرفجه، شويه تاع المعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي نص مغرف صغيره من كل حاجه، فلفل كحل، ملح، سكنجبير، كركب، وشويه تاع فلفله حمراء حاره، ما تكثروش بزاف حتى ما يجيكمش حار. اذا نحرك هذه المقادير كامل مع بعض، نشكلهم مكورات ونخليهم جانبا بعد نكملوا باقي الخطوات. هنا في المقلاة حطيت شويه تاع السمن، واحد المغرف صغيره. نقلي هذاك الشامبينيون مع شويه تاع الملح والفلفل الكحل حتى ياخذ هذيك التحميره، ومن بعد نزيد له شويه تاع المعدنوس ونطفي عليه نخليه يبرد. هنا عندي بطاطا مقليه قطعتها مربعات صغيره وقليتها، درت لها شويه تاع الملح، والكميه ترجع على حسب افراد العائله، ديروا الكميه اللي تكفيكم. أنا نستحقو زوج حبات تاع البيض، وإذا كانوا صغار ديروا 3، ندير عليهم رشة تاع الملح، نضربهم مليح، ومن بعد نزيد عليهم حوالي نصف كاس تاع الحليب. إذا عندكم لا كريم فريش ديروها في بلاصة الحليب، أنا متوفرتش عندي. هنايا أي نوع تاع فرماج يكون متوفر عندكم تقدروا ديروه. سورتو هذاك الفرماج تاع البيدو يعطي واحد البنة بزاف شابة. الغاتا تاعكم ما يجيكمش ناشف. هنايا درت شوية تاع الفرماج، والباقي راح نديرها من الفوق. نفرغ نصف الكمية فقط على هذيك البطاطا كما راكم تشوفوا، والنصف نخليه حتى من بعد. هنا نزيد عليه هذاك الشامبينيون، اذا متوفرش تقدروا تستغنيو عليه. ومن بعد نستف هذيك الكفته تاع الدجاج بهذا الشكل. ننصحكم البنات تجربوا هذه الوصفه، جات بزاف بنينه. سورتو اذا كانوا جايينك ضياف اكيد راح يعجبهم. ولا كنتي عروسه جديده وبحرت لك واش ديري دوزيام بلا، ديري هذه الوصفه كاع راح يشكروك عليها ويقولوا لك واش درتي فيها. هنايا درت شويه تاع لاصوص فوق هذوك الحبات تاع الكفته، كانت بقات لي من واحد الفطائر حضرتهم قلت نديرها حتى الكغاتا ما يجيش ناشف. ومن بعد نزيد عليها هذيك لاصوص اللي درناها تاع البيض والحليب والفرماج، وندخلها تطيب من فوق ومن تحت، نشعل عليها ونخلوها تطيب واحد 20 دقيقة حتى نص ساعة، حتى هذيك الكفتة تطيب والبيض يشد روحه والفرماج يذوب. وهذا هو شكله النهائي. جا بزاف شباب هذا الكغاتا كامل عجبهم. راني نقول لكم جربوه البنات وردوا لي في التعليقات كيفاش جاكم. انغوجستخوا الوصفه اكيد تحتاجوها فيما بعد. اذا عجبتكم ديروا حركه اكسبلور، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه، صحه فطوركم.